السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم الحروق في المنام. إذا رأى الرجل أنه احترق بالماء الساخن في الحلم بيدل على سوء أحواله الصحية. رؤية الاحتراق بالنار في المنام للرجل بيدل على التعرض للظلم. أما رؤية الحرق بالزيت في المنام للرجل بيدل على زوال النعم والخيرات. رؤية الحرق في الوجه في المنام للرجل بيدل على زوال العز والمنصب. رؤية الزوجة محروق وجهها في المنام بيدل على سوء ذكرها بين الناس. رؤية الابن محروق في المنام للرجل المتزوج بيدل على فساد الأبناء. رؤية الحرق في منام العزباء بيدل على الهم الشديد الذي يطول. أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها حرقت بالماء الساخن في الحلم بيدل على تعثر الأمور. أما رؤية الاحتراق بالشاي في المنام للعزباء بيدل على سوء أفعالها. رؤية الحرق بالزيت في المنام بيدل على القيام بعمل فاسد يسيء بسمعتها. أما حرق الفخذ في المنام للعزباء بيدل على ذهاب المعيل. رؤية الحرق في الوجه في منام العزباء بيدل على فساد الخلق والدين. ورؤية حرق الرقبة للعزباء بيدل على قلة الأمانة. أما إذا رأت الفتاة العزباء أثار الحرق في وجهها في المنام بيدل على انكشاف سترها. رؤية الحبيب محروق في المنام للعزباء بيدل على فساد أخلاقه. أما رؤية احتراق البيت في المنام للعزباء بيدل على الابتعاد عن الأهل. أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تحرق الصور في الحلم بيدل على انتهاء أمور قديمة والبداية جديدة إن شاء الله. رؤية الحرق في المنام للمرأة المتزوجة بيدل على المشاكل والمصائب. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إن تم حرق يدها في الحلم بيدل على كسبها من مصادر مشبوهة. رؤية الحرق بالساق في المنام للمتزوجة بيدل على الضعف والخذلان. أما رؤية الحرق بالرقبة والصدر في الحلم بيدل على قلة الأمانة والوفاء. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها حرقت بالماء الساخن في الحلم بيدل على ضيق أحوالها وقلة رزقها. ورؤية الاحتراق بالزيت في المنام بيدل على التعب والمرض. أما إذا رأت المرأة المتزوجة طفلها محروق في المنام بيدل على الهم والغم. رؤية الزوج محروق في المنام بيدل على حاجته للمساندة والعون. رؤية احتراق البيت في المنام بيدل على تشتت أفراد العائلة. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تحرق النقود في الحلم بيدل على الجحود بالنعم. رؤية الحرق في منام المرأة المطلقة بيدل على الحزن. أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها حرقت في يدها في الحلم بيدل على ارتكابها المشاكل. أما رؤية الحرق بالوجه في المنام بيدل على فساد أخلاقها. رؤية الحرق بالفرج في الحلم للمطلقة بيدل على ارتكابها الفاحشة والرذيلة. أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تم حرقها بالشاي في الحلم بيدل على الابتعاد عن طاعة الله. رؤية الاحتراق بالزيت في المنام للمطلقة بيدل على العناء. أما إذا رأت المرأة المطلقة ابنها محروق في المنام بيدل على حاجته للرعاية والاهتمام. ورؤية الطليق محروق في المنام بيدل على حزنه وندمه الشديد. رؤية الحرق في منام المرأة الحامل بيدل على التعرض لأذى كبير. أما إذا رأت المرأة الحامل إثار حرق في بطنها في الحلم بيدل على تعثر الولادة. رؤية الحرق بالقدم في المنام بيدل على تعرض الجنين للأذى. رؤية الحرق بالوجه في الحلم للحامل بيدل على النقص في الشأن بين الناس. أما إذا رأت المرأة الحامل بيتها يحترق في الحلم بيدل على انشغالها بحملها عن العائلة. أما رؤية احتراق المطبخ بالزيت في المنام للحامل بيدل على تعطيل الرزق. أما إذا رأت المرأة الحامل حرقها بالماء الساخن في المنام بيدل على مرضها الشديد. رؤية التألم من الحرق في المنام للحامل بيدل على عناء وتعب الحمل. دي كانت حلقتنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.